النادي الاهلي النهارده بيتعادل مع البنك الاهلي في مباراة انت ما جيتش فيها. النادي الاهلي ما جاش حرفيا استاد القاهرة غير في الدقيقة 65 لما قرر مستر سروب انه يعمل تعديلات في داخل الملعب بنزول حسين الشحات. حسين الشحات نزل لما زيزو اتصاب، نزول ديانج ونزول كاموش المهاجم ونزول محمد هاني وخروج احمد عيد اللي بيثبت لك كل ماتش لا يستحق ارتداد هذه الفلنة. مين احمد عيد ده؟ احمد عيد ده خلى مصطفى شلبي النهارده احسن جناح في مصر. ولا كورة عرف يعني عرف يعني يقطعها من مصطفى شلبي. ولكن النهارده تعادل بطعم الخسارة. الحسنة الوحيدة في الماتش كله تريزيجيه. اي نعم تريزيجيه كام كورة كده، بس تريزيجيه هو الوحيد اللي تحسه كان بيقاتل في الملعب وكان عايز يعمل حاجة للنادي الاهلي النهارده. زيزو علامة استفهام كبيرة على زيزو. بن شرقي مش هعتب على بن شرقي عشان لسه راجع من اصابة والدنيا، بس فين حسين الشحات؟ برضو لسه. الواد كامش ده جات له كورة في الستة ياردة بيجلشها في الستة ياردة بره. يعني هو تريزيجيه لعب له عرضية، هو قال له خد العرضية تاني. مش هنقيم كاموش خالص، ولكن النتيجة النهاردة بيتحملها الجهاز الفني للنادي الاهلي. مستر سروب، انت دلوقتي الملعب كله متاخد منك لغاية الدقيقة 65، ما فوقتش غير في الدقيقة 65 يعني. وانت البنك الاهلي بيطلع بالكرة من تحت، بيطلع كرة من تحت من اول نقطة دفاع عنده لغاية نقطة دفاع عندك، ويعمل عليك هجمات وهجمات خطيرة وانت قاعد بره بتتفرج. دي بصراحة يعني انا كنا اتعادلنا الماتش اللي فات مع يانج افريكانز واتعادلنا ماتشين فاتوا، تمام. ولكن انا ما طلعتش اتكلمت على المدرب ليه. كانت الخطة حلوة وكان اللعيبة في مراكزها. ليه بن شرقي الناحية التانية؟ ليه مروان عثمان ده زي الشوط الاول لغاية برضه اما نزل كاموش ده؟ مروان عثمان هو ما بيعملش حاجة برضه، مش الكورة مش واصله له. بن رمضان وعلامة استفهام كبيرة على بن رمضان. ايه يا بن رمضان؟ هتفوق مات يا حبيبي معانا؟ مفيش اي شيء خالص. بن رمضان مفيش ميح خالص. وكوكا، يا سلام على كوكا. كوكا ده جاله عرض من تركيا كنا مشيناه وريحنا. كوكا ده قسما بالله يا جدعان. كوكا مين؟ كوكا ده كريم فؤاد مش مصاب بره. لو نزل هيلعب برجل واحده كريم فؤاد هيلعب احسن منه. احمد عيد النهارده انا مش بحب محمد هاني يعني. محمد هاني، ولكن انا وصلت بيا درجه بقول يا ريت محمد هاني هنا. فين محمد هاني؟ اشتقنا الى السير محمد هاني بسبب العبثيات اللي كان عمال يقدمها احمد عيد. نقطه تاني برضو، الدفاع. انت ما عندكش دفاع. حارس مرمى، كفايه مجاملات في مركز حراسه المرمى. كابتن شناوي يشوف لك عرض خليجي كده وروح اتكل على الله، عشان احنا مش حمل فردة الايد دي اللي ما بتتفردش نهائي. مش عارف ليه. انا اول لما شفتها كده المعلق نفسه قال لك ايه الشناوي ما فردش ايده. ايه يا كابتن شناوي هتفرد ايدك امتى؟ كابتن شناوي انت ليك تاريخ وليك باع، ما حدش يقدر يتكلم في النقطة دي. ولكن انت بقالك سنتين قسما بالله بتلعب في النادي الاهلي بالحب، مش بامكانياتك، بالحب. لان لو بامكانيات مصطفى شوبير يقف عليك وعلى 10 زيك في مركز حراسة المرمى. ولكن النادي الاهلي النهارده بيفقد نقطتين مهمين جدا في صراع الدوري. ولو الزمالك فاز الماتش الجاي يبقى فرق ما بينك ما بينه نقطة. نادي الزمالك بالكوارث اللي عنده، بإيقافات القطب، ان هو الدنيا ملصمة معاه مفيش فلوس واللعيبة ما بتاخدش فلوس، ومع ذلك لو فاز الماتش الجاي يبقى فرق ما بينك ما بينه نقطة. بدل ما كنت هتبقى فارق بنقطتين مع بيراميدز هتبقى فارق 4 نقط مع بيراميدز. بدل ما كنت هتتساوى مع سيراميكا كليوباترا، لا انت كده يا باشا هتبقى فرق نقطة لسيراميكا برضو مش ليك.
اللي هينجدك بقى في القصه دي ان انت ماتشاتك اللي جايه فوز. ده ما فيهوش فصال، ما فيهوش نقاش. تمام. غير كده اللي هينقذك برضو، انت ليك ماتش مع بيراميدز لازم تكسبه، لازم تكسبه ماتش بيراميدز. فانا اتمنى مستر سروب بقى يراجع اوراقه. وطاهر محمد طاهر مش عارف قاعد ليه برضو في النادي الاهلي دلوقتي. لا، في حاجه غلط. مش عشان والله اتعادلنا النهارده، ولكن لو كنا فوزنا النهارده وكان الاداء ده بنفس المنظر ده، احنا كنا هنطلع ونقول ده عبث بيتقدم، عبث قسما بالله. كابتن ايمن الرمادي راكب الجيم كله طول 65 دقيقة. المدرب بتاعنا فاك في الدقيقة 65 بالتبديلات اللي عملها. غير كده انت ما جيتش الماتش وما رحتش استاد القاهرة وما شفتش اي حاجة. الحسنة الوحيدة في الماتش كله الواد تريزيجيه لغاية الآن هو هدافك في الدوري والهداف بتاعك في أفريقيا. يعني رايد شايلك فوق كتافه حرفيا. فأنا أتمنى القادم أفضل بإذن الله. ولو وصلت للمرحلة دي يا صاحبي وأنت بتسمع الفيديو، لا تنسى الاشتراك واللايك للفيديو. سلام.